عايزة أسألك سؤال يا صديقتي، وعايزاكي تقعدي مع السؤال ده شوية تفكري فيه بجد قبل ما تجاوبي. يا ترى لما بتغلطي حتى لو كان غلطك ده مجرد غلط صغير جدا، ايه أول حاجة بتقوليها لنفسك بينك وبينها؟ مش قصدي هنا بصوت عالي، أقصد جواكي، الرد الهادي السريع والفوري اللي جواكي. أول فكرة بتيجي على بالك بينك وبين نفسك، هل بتكوني لطيفة مع نفسك؟ صبورة؟ رحيمة؟ بتقولي لها معلش ولا يهمك هنعوضها المرة الجاية؟ ولا بيطلع صوت تاني خالص، صوت حاد شوية، صوت بيقول أنا غبية أوي، أو أنا ليه دايما بعمل كده، أنا عمري ما هتعلم، أو حتى بتقولي أنا ما بعرفش أعمل أي حاجة صح. عايزاكي تاخدي لحظة بس تتنفسي فيها وتفكري، لأن كتير مننا وأنا واحدة منهم صوتنا الداخلي مش لطيف، مش صوت صديق حقيقي، ومش صوت حد مؤمن بينا، ده صوت قاسي ومتطلب، مستعجل دايما. والغريب إننا حتى ما بقيناش بنلاحظه، لأنه موجود جوانا من زمان جدا. المشكلة إن الصوت ده إحنا اتعودنا عليه، بقى عامل زي دوشة الشارع اللي عايشين فيه. أول ما نروح مكان جديد بنسمع كل حاجة، العربيات، الميكروفونات، الأصوات المزعجة اللي جاية من شباك بعيد. لكن بعد فترة بنتعود، ما بنبقاش سامعين أي حاجة، بتبقى دي طبيعة المكان. وده بالظبط اللي بيحصل مع صوتنا الداخلي. صوتنا الداخلي بيبقى عادي جدا وطبيعي لدرجة إننا بننسى إنه موجود أصلا، ونبطل نسأل هو اللي بيقوله ده صحيح؟ بنقعد نسمعه، نصدقه، ونعيش جواه كمان. وبهدوء ومن غير ما نحس بنبدأ نعامل نفسنا بنفس الطريقة اللي هو بيعاملنا بيها. بنقلل من نفسنا، بنتراجع، بنضغط على نفسنا لحد الإرهاق والاستنزاف كمان، لأن الصوت ده بيقول إننا لسه ما عملناش كفاية. بنفضل صاحيين بالليل نعيد نفس المواقف القديمة، لأن الصوت بيقول إننا قلنا الحاجة الغلط. بنبص لنفسنا في المراية وما بنشوفش غير اللي ناقص فيها. وكل ده كله بيبدأ بالكلمات اللي بنقولها لنفسنا، بس بنقولها لنفسنا في الأماكن الهادية اللي جوه عقلنا. وهو ده موضوعنا النهاردة، الكلام اللي بنقوله لنفسنا، الكلمات اللي بنهبس بيها دايما لنفسنا لما محدش بيكون سامعنا، اللغة اللي بنستخدمها خلال يومنا، القصة اللي بنفضل نحكيها لنفسنا كل يوم عن هويتنا، إحنا مين وعن إيه هي قيمتنا. لأني فهمت حاجة مهمة جدا بعد سنين طويلة من الفشل والتعلم، إن الطريقة اللي بنتكلم بيها مع نفسنا من أهم الحاجات في حياتنا، أهم من كلام الناس عننا، وأقوى من أي ظرف بنمر بيه. لأن الصوت ده ما بيسكتش أبدا، بيكون موجود أول ما نصحى، وفي الشغل، وانتي بتاكلي، وفي اللحظات الهادية بين كل حاجة والتانية. وبيكون برضو آخر صوت بتسمعيه قبل ما تنامي. ولو هو صوت قاسي عليكي بيفكرك بأخطائك طول الوقت، بيشوف عيوبك بس، بيقيسك بمعايير مستحيلة، فمهما حققتي من حاجات بره هيفضل جواكي جزء حاسس إنه مش كفاية. وهنا أحب أقولك إن في أمل حقيقي للتغيير، إن الصوت ده مش ثابت ومش الحقيقة. الصوت ده مجرد عادة، والعادات ممكن تتغير. حقيقي هي مش هتتغير في يوم وليلة ومش بسهولة، لكن واحدة واحدة وبهدوء وبصبر وبالممارسة. الصوت ده هيقدر يلين، ويقدر يبقى أقل شبيه بناقد قاسي، وأقرب لرفيق وصديق مقرب. والنهاردة إحنا هنمشي الطريق ده سوا مع بعض. عايزة أحكي لكم قصة، هي مش قصتي أنا، لكن أجزاء منها قريبة جدا من قلبي، وأعتقد إن أجزاء منها كمان هتكون قريبة من قلوبكم أنتم كمان. بنت اسمها مريم. مريم كان عندها 31 سنة، كانت عايشة في مدينة نقلت ليها عشان شغلها. عندها وظيفة كويسة، شقة صغيرة كده رتبتها على ذوقها، ورد وزرع وكتب كانت ناوية تقراها في يوم من الأيام. من بره حياتها كانت مثالية جدا، لكن مريم كان عندها مشكلة أو سر بينها وبين نفسها، بس كانت مشكلة من النوع الهادي. المشكلة دي كان سببها صوت، الصوت اللي عايش جواها طول سنين عمرها، بس عمرها ما فكرت إنه شيء منفصل عنها. كانت فاكرة إن الصوت ده صوتها هي، الصوت اللي بيقول لها أول ما ترجع من شغلها أنت متأخرة عن كل الناس.
والصوت اللي يقول لها بعد أي اجتماع الناس كلها لاحظت قد إيه انتي اتلخبطتي في الكلام، والصوت اللي يهمس كل ما تشوف نجاح حد من صحابها ينتقدها بسرعة ويقول لها كان المفروض تكوني في مكان تاني أحسن من كده دلوقتي. الصوت ده مريم كانت فاكرة إنه مجرد تفكير، كانت فاكرة إن هي دي نفسها. مريم قالت بعد كده إن تفاصيل اليوم اللي مر عليها ده هي فاكراها لحد النهاردة. كانت قاعدة على مكتبها وقت الغدا، قدامها طبق المكرونة اللي كانت مجهزاه من الصبح اللي بتحبه، وفتحت كتابها المفضل. وللحظة صغيرة جدا حست إنها تمام وبخير. شوية بدأ الصوت: انت ليه بتاكلي على المكتب؟ شكلك وحيدة، كان المفروض تستغلي الوقت ده في حاجة مفيدة. وإيه الكتاب ده؟ انت أصلا ما بتكمليش أي حاجة بتبدأيها. قفلت الكتاب وبعدت الأكل، وبداله راحت رايحة فاتحة اللابتوب. وفي آخر اليوم وهي راجعة البيت كانت قاعدة في المواصلات جنب الشباك بتبص للمدينة كلها وهي بتمر قدامها. وفجأة استوعبت حاجة مهمة: هي ما استمتعتش بولا لحظة من لحظات الغداء، لا بالأكل ولا بالهدوء ولا بالكتاب، بس كانت قاعدة وأفكارها بتاكلها من جواها. فجأة الدنيا نورت، جات لها لحظة وضوح بس حقيقية. بتقول هو أنا كده على طول؟ مش دايما، مش أحيانا، ومش من وقت للتاني، ومش من وقت للتاني، لأ دايما. مع كل وجبة، في كل لحظة راحة، وكل وقت هادي بيمر عليا الصوت ده موجود. هيفضل ينتقدني ويضغط عليا ويحكم عليا. ولأول مرة في حياتها سألت نفسها: هو الصوت ده صح؟ حقيقي؟ الكلام اللي بيقوله ده الحقيقة؟ وهل أنا فعلا أستحق إن حد يكلمني بالطريقة دي حتى لو كنت أنا نفسي؟ نزلت من المواصلات، رجعت شقتها، قعدت على طرف السرير في الضلمة لوحدها. وبعدين عملت حاجة صغيرة جدا: مسكت النوتة القديمة بتاعتها، نادرا ما كانت بتكتب فيها، بس فتحت صفحة بيضة وكتبت فيها سؤال واحد بس: هل كنت هقول الكلام ده لحد بحبه؟ وبعديها سكتت، لأن الإجابة كانت سريعة جدا بس كانت مؤلمة. الإجابة كانت لأ، أبدا. عمري ما كنت هبص لصديقة بتتغدى لوحدها وأقول لها الكلام ده، أقول لها أنت شكلك وحيدة، أنت بتضيعي وقتك. وعمرها ما كانت هتبص لحد بتحبه وتقول له كان المفروض تكون في مكان أحسن من كده في حياتك. ما كانتش هتقول كده، كانت هتقول أنت كويسة، النهاردة كان يوم صعب، ارتاحي، أنا فخورة بيكي إنك لسه بتحاولي. وهنا ظهر السؤال اللي غير كل حاجة: إذا كنت أنت ما تقدريش تقولي الكلام ده لشخص بتحبيه، ليه بتقوليه لنفسك؟ وده كان السؤال اللي بدأ يغير مريم. مش في لحظة واحدة، مش بطريقة سحرية، لأن دايما الشفاء مش بيحصل كده. الشفاء بيبقى أشبه دايما بفصل الشتاء وهو بيتحول للربيع. انت ما بتعرفيش اللحظة اللي اتغير فيها الجو امتى بالظبط، بس في يوم بتصحي بتحسي ان في حاجة مختلفة، في دفء بسيط في الهواء. بالنسبة لمريم كانت الليلة دي هي بداية فصل جديد. هي مصحيتش تاني يوم وهي بتحب نفسها فجأة، ما بقتش واثقة في نفسها بين يوم وليلة، لكنها بدأت تلاحظ، تاخد بالها، تمسك الصوت ده وهو لسه بيتكلم، وبدأت تسأل: يا ترى ده حقيقي ولا ده مجرد خوف؟ وقصة مريم هنا لسه ما انتهتش، زي قصصنا كلنا، بس هي دلوقتي عايشة في فصل تاني أدفى، وده كفاية، يمكن أكتر من كفاية كمان. أنا بحكي لكم النهاردة قصة مريم عشان عارفة إن كتير مننا لسه قاعدين جنب الشباك بنتفرج على المدينة من بره، وبنعيش داخل صوت عمرنا ما سألناه يا ترى أنت فعلا بتقول الحقيقة ولا لأ. يمكن النهاردة يكون هو ده اليوم اللي تكتبي فيه أنت كمان السؤال ده في النوتة بتاعتك: هل كنت هقول الكلام ده لشخص بحبه؟ في 3 حاجات غيّروا فيّا حاجات كتير أوي، اتعلمتهم بس اتعلمتهم بالطريقة الصعبة، حابة جدًا أشاركهم معاكم النهارده، وهاكون صادقة، الحاجات دي ساعدتني كتير، وأتمنى تساعدِك أنتِ كمان. أول حاجة لازم تعرفيها إن صوتِك الناقد ده مش عدوِّك، صوتِك الناقد ده هو جزء خايف منِّك، جزء بيحاول يحميكِ. أنا عارفة إن الكلام ده ممكن جدًا يكون صعب إن إحنا نصدقه، إزاي حاجة تكون بالقسوة دي ممكن جدًا تكون بتحاول تساعدني؟ عايزاكِ تستني معايا شوية، فكّري في الصوت ده جاي منين. إحنا أصلًا ما اتولدناش بيه، ما اتولدناش وإحنا بنقول لنفسنا أنا مش كفاية،
الأطفال أصلا ما بيعملوش كده. الطفل ممكن يقع ويضحك ويقوم يحاول تاني، ممكن يرسم رسمة ملخبطة جدا بس يجري يوريها لكل الناس بفخر، يغني من غير ما يفكر إذا كان صوته حلو ولا لأ. إذا كان في حاجة حصلت وإنتي صغيرة ممكن جدا اتعرضتي للحب إن هو كان مشروط، يمكن اتعلمتي إن الغلط كان له تمن كبير، أو إن في حد مهم في حياتك كان صعب جدا إنك ترضيه، اتعلمتي إنك تكوني قاسية على نفسك قبل الشخص ده. يمكن تكوني كبرتي في عالم بيقيس الناس بالدرجات والإنجاز والشكل والنجاح، وعقلك في محاولة منه إن هو يحميكي بنى نظام دفاع. لو انتقدت نفسي الأول كلام الناس مش هيوجعني، لو طلبت من نفسي المستحيل هفضل دايما مستعدة، لو فضلت أراقب نفسي من بعيد محدش هيفاجئني بالفشل. شايفة الصوت ده بطريقته المتعبة والمؤلمة دي كان بيحاول يحميكي، وكان فاكر إن هو كده بيحب. أول مرة فهمت فيها الفكرة دي بجد كنت قاعدة لوحدي في يوم هادي، والصوت بدأ كعادته، القائمة المعتادة، كل الحاجات اللي ما عملتهاش، كل الحاجات اللي كان المفروض أعملها بشكل تاني أحسن، كل الأشياء اللي لسه محتاجة أصلحها في نفسي. والأول مرة بدل ما ألوم نفسي جت في بالي فكرة بسيطة جدا. الصوت ده خايف، مش شرير ومش حكيم ومش دايما على حق، بس هو خايف. ولأن أنا عارفة معنى الخوف كويس فهمت شيء مهم جدا. لما بكون خايفة أنا مش محتاجة حد يهاجمني، مش محتاجة حد يقعد يقنعني، أنا محتاجة حد يقعد جنبي، حد يقول لي أنا عارفة إن ده مخيف بالنسبة لك بس أنت بخير. ومن يومها بدأت أقدم لنفسي نفس الشيء، مش بشكل كويس جدا ومش كل يوم بس كنوع من أنواع التدريب. لما الصوت ده بيبدأ بقول لنفسي وبقول له أنا سامعاك بس إحنا بخير. جملة صغيرة جدا لكنها ممكن تغير شيء جواكي. عشان كده في المرة اللي جاية لما صوتك الناقد يبدأ يظهر ما تحاربيهوش، حطي بس إيدك على قلبك وخدي نفس بطيء وقولي لنفسك شكرا لأنك بتحاول تحميني لكن أنا بخير. اعمليها مرة واحدة بس وشوفي هيكون إحساسك إيه بعدها. عارفة إنك تعبتي، وهنا أنا ما أقصدش التعب اللي النوم بيصلحوه، أنا أقصد التعب أعمق من كده بكتير، التعب اللي بيجي من إنك دايما بتطلبي من نفسك أكتر، التعب اللي بيخليكي كل ما تنجزي حاجة تبصي فورا للحاجة اللي لسه ما عملتيهاش، التعب اللي بيجي من سنين طويلة وانت أشد ناقد لنفسك. أنا عارفة التعب ده وانت كمان عارفاه، تعب كده بيبقى تقيل على القلب، زي حمل تقيل شايلاه على قلبك، وزن تقيل كده مستمر، مش ألم حاد بس وزن، تقل هادي ومستمر بتشيليه معاكي في كل مكان. أصعب جزء إن أغلب الناس ما بتشوفوش، لإنك من بره بتباني كويسة، بتقومي بواجباتك وبتشتغلي وبتردي على الرسايل، بتبتسمي في الوقت المناسب وبتعملي كل اللي عليكي، لكن من جوه الصوت شغال بهدوء وبلا توقع عمال يقولك انتي لسه مش كفاية، لسه بدري، قربتي لكن مش تمام. ولأنك سمعتي الصوت ده لسنين طويلة بدأتي تصدقي إن صوتك الحقيقي هو مش كده. عشان كده أنا عايزاكي النهاردة تسمعيني كويس. الصوت اللي بيقول إنك متأخرة وإنك أقل من المطلوب وإن كل الناس ماشية أسرع منك ده مش صوت الحقيقة، ده صوت الإرهاق والتعب، ده صوت سنين من الضغوط والتوقعات والخوف. أيوة الخوف، الخوف وهو لابس هدوم المنطق، والخوف مقنع جدا، بيتكلم بثقة، بيجيب أدلة وبيستخدم ذكرياتك ضدك، لكن مش هو القصة كلها. لأن الصوت اللي بيقعد يعد كل اللي انت ما عملتيهوش ما بيحسبش أبدا كل اللي عملتيه، ما بيحسبش الصبح اللي صحيتي فيه وانت ما كانش عندك أي رغبة تكمليه، ما بيحسبش المكالمة الصعبة اللي عديتي بيها وانت كنت فيها صادقة وجيتي على نفسك وتحملتيها، ما بيحسبش اليوم اللي كنت منهارة فيه من جواكي وبرضه قمتي وكملتي وقضيتي كل واجباتك، ما بيحسبش اللحظات الصغيرة اللي بتكوني فيها شجاعة فيه، الحاجات اللي محدش بيشوفها واللي محدش بيسقف ليها بس هي محتاجة قوة حقيقية. الصوت ده مش هيشوفها بس أنا وإنتي شايفينها. عشان كده عايزاكي تبدأي إنتي كمان تقولي لنفسك إنتي مش متأخرة. أنا عارفة إنك أحيانا بتبصي لحياتك وبتحسي إن الكل بيتحرك لقدام، بيبني ويحقق، بس إنتي واقفة مكانك، لكن الحقيقة إنتي مش واقفة، إنتي بتنمو، بتتطوري،
بتكبري حتى في الأيام اللي أنتِ مش حاسة فيها بكده، حتى في الأيام اللي يبقى كل اللي عملتيه إنِّك بس عدّيتِ، حتى في الأيام اللي كان أفضل حاجة تقدري عليها هو إنِّك بس توصلي لآخر النهار، هو ده كمان نمو، ده كمان قوة، ده كمان بيُحسب. عايزة أقول لِك إن كل واحد فينا عنده معركته الخاصة بيه، كل واحد فينا عنده صوت داخلي قاسي عليه أحيانًا، بييجي عليه أيام بيحس فيها إنه مش كفاية، كلنا شايلين حاجات ما حدش شايفها. وكلنا بنحارب معارك ملهاش صوت. انت مش مكسورة، انت إنسانة، إنسانة بالكامل، بكل ضعفك بكل هشاشتك بكل جمالك. عشان كده مش محتاجة انك تحققي شيء الأول عشان تستحقي الراحة، مش محتاجة تبقي أفضل نسخة من نفسك عشان تستحقي الحب، ولا محتاجة انك تكسبي تعاطفك مع نفسك لأن هو حقك. من الطبيعي جدا ان تعدي عليكي أوقات ما تكونيش فيها كويسة، انت كفاية زي ما انت دلوقتي. عارفة الصوت ده؟ الصوت ده موجود جواكي، بس هو هادي جدا لأنه ما أخدش فرصة كافية عشان يظهر ويتكلم. النهاردة أنا عايزاكي تديله الفرصة دي.